قبيلة العيايدة. تعتبر قبيلة العيايدة من أكبر القبائل العربية في شمال سيناء، والتي تمتلك تاريخ حافل ومشرف في حماية الوطن والدفاع عن الأراضي المصرية. يعود أصل هذه القبيلة إلى قبيلة بني الحارث بن كعب المدحجية القحطانية، التي كانت تستوطن في بداية الأمر في منطقة تثليث، وهي إحدى أكبر القبائل في المملكة العربية السعودية. وأن أسلافهم المؤسسين كانوا 3 أشقاء استقروا بعد الفتح الإسلامي لمصر، تحديدا في النصف الثاني من القرن السابع الهجري في مصر. ومن هؤلاء نمت القبيلة وتكاثرت ثم انتشرت في المحافظات المصرية. هي من أكبر القبائل في شمال سيناء، ولها توسع في محافظة الجيزة، وكذلك توسعة في محافظة البحيرة، وامتداد في محافظة الحجاز البادية. وهم 3 بطون: جربوع ومنه بطن الجرابعة، وسلطان ومنه بطن السلاطنة، وجوعل ومنه بطن الجواعلة. وقيل إن هؤلاء من أبناء رجل يسمى سعود بن عياد، والأخير هو القادم من الجزيرة العربية، فتسمت به القبيلة. وقيل إن قبر سعود في سيناء. كان للعيايدة تاريخ مشرف في محاربة الحملة الفرنسية على مصر، فلم تنطوي تحت نيران الاحتلال الفرنسي، وكانت من عناصر تشتيت قوة الفرنسيين، وفق لما ذكر في كتاب تاريخ ابن الياس والجبرتي قبل عام 1973. كان للعيايدة في سيناء تعاون ملحوظ مع رجال المخابرات الحربية، وذلك نظرا لتواجدهم على الخط الساحلي للمجرى الملاحي للقناة حتى الجفاجفة. وعقب حرب عام 1967 انتشر أبناء القبيلة في الصحراء والوديان على الجمال، بهدف تجميع الجنود المصريين التائهين وتزويدهم بالغذاء والماء والملابس البدوية، ومن ثم إعادتهم إلى مصر. واستمرت علاقة بعض أبناء القبيلة بالمخابرات الحربية المصرية وبأعضاء منظمة سيناء العربية، ومنهم الشيخ سويلم حماد شحاتة، المسؤول عن توزيع احتياجات الخلايا العاملة خلف خطوط العدو الإسرائيلي. ومن أعضاء منظمة سيناء العربية أجود شحاتة عامر، وسالم سلمي، وسليمان عامر. استشهد 3 أثناء عودتهم من مأمورية جمع معلومات في عام 1969 في منطقة كوبري الفردان، وهم من سكان فايد بقرية السعدية. ومنهم سلامة نصار سلامة، تم استشهاده أثناء حرب أكتوبر عام 1973 أثناء توغله كمرشد مع القوات الخاصة خلف خطوط العدو. ومن هؤلاء أيضا نصر سليم مسلم وعيد سليم مسلم من ناحية فايد قرية السعدية، وكانا يعملان أدلاء للقوات الخاصة خلف خطوط العدو أثناء حرب أكتوبر، وقد أسديا عدة خدمات للمخابرات المصرية خلال حرب الاستنزاف، من حيث توصيل المعلومات عن قوات العدو للمخابرات المصرية. فروع قبيلة العيايدة: فرع آل سلطان، فرع آل جربو، فرع آل جوعل. تتواجد القبيلة في الشرقية والإسماعيلية والجبل الأصفر وأبو صوير وأبو خليفة وأبو سلطان، وهي قرية على ضفاف النيل، سميت بأحد الأعيان من السلاطنة، والقنطرة غرب وشرق وسيناء، وفي الجفاجفة وأبو عروق وأم خشيب وجنوب بئر العبد. ونقلا عن كتاب معجم قبائل مصر والقبائل العربية في مصر في القرون ال3 الأولى للهجرة: العيايدة وأحدهم عيادي، قبيلة قوية تنتمي إلى قبيلة بني الحارث بن كعب من بطن جلد من فرع مذحج، ومذحج من عريب، وعريب من كهلان، وكهلان من سبا. وكهلان هو القسم الأول من القحطانيين، أي عرب الجنوب من الشعب العربي. أما القسم الثاني فهم العدنانيون، أي عرب الشمال من الشعب العربي. والعيايدة ذات الشهرة والسطوة في الجاهلية والإسلام، فهم ذرية جربوع وسلطان وجوعل، أبناء سعود بن عياد الحارثي المدحجي القحطاني. وقد خلط بعض الدارسين المتأخرين بين العيايدة بنو عياد وبين قبيلة العايد الجذامية الأقدم هجرة إلى مصر، ولا خلط بينهما، فهناك في عرب مصر بنو عياد وبنو عايد وبنو عيد وبنو عيادة.
سكن العيايدة مع قومهم بني الحارث بن كعب في الجاهلية والإسلام في شرق السراه وبلاد بيشة جنوب الحجاز، حيث فرضت بنو الحارث سيطرتها على من فيها، وكونت عدة أحلاف مع قبائلها، وكانت لهم أيام وحروب عديدة مع هوازن القيسية وغيرها. ثم هاجر العياديون إلى مصر، فسكن العيايدة طور سيناء أول نزولهم إلى مصر، ثم أجدبت الطور فانتقلوا إلى شمال غرب سيناء. وكانت للعيايدة أيام دامية مع الحويطات والترابيين أدت إلى نزوح بطون كثيرة منهم إلى وادي النيل منذ 4 قرون، فسكنوا الشرقية والدهليقية والغربية والمنوفية والقيلوبية وضواحي القاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس. ومن الأقوال المأثورة عن هجرتهم بعدا عن أماكن النزاع والحروب بسيناء: تركنا الشر في خشيم الطر، وخشيم الطر من ديارهم القديمة بسيناء. وأيضا من أسباب نزول العيايدة وادي النيل فك حصار النعام عن الهتيم. وقد تردد ذكر العيايدة كثيرا في تاريخ ابن إياس والجبرتي كقبيلة مارقة كثيرة الشغب، وهذا يرجع إلى سوء علاقة ولاة العثمانيين مع العربان وعدم قدرتهم على توظيف طاقات العربان. وقد كافحت العيايدة وبلي الفرنسيين في حملتهم على مصر كفاحا مشرفا، ولم تنضوي تحت نير الاحتلال الفرنسي البغيض، وكانت من عناصر تشديد قوة الفرنسيين بأعمال السلب والنهب التي كانوا يجيدونها بفرسانهم التي بلغت 1000 فارس، حتى اهتم بهم نابليون فأوقع بهم في الخانكة وفتك بهم فتكا ذريعا، في حين فرت بلي إلى الصحراء وأعجزت نابليون. ولم تكن علاقة محمد علي بالعيايدة جيدة، فقد كانوا أعداء تقليديين لحلفائه من الحويطات وزعيمهم ابن شديد، كما كانوا حلفاء لأعدائه من المماليك وزعيمهم الألفي بك. لذلك انضم محمد علي للحويطات في حربها مع العيايدة في عجرود بالسويس. وبلادهم بسيناء تمتد من ضواحي القنطرة شرق إلى تل حبوة فالمرقب، فأم ضيان فالشيخ حميد فجبل الريشة في الجفاجفة، وأبو عروق وأم خشيب والعقارية جنوب بئر العبد. فمن شمالهم قبيلة المساعيد، ومن جنوبهم عشيرة الصفايحة من قبيلة الحيوات، ومن الشرق قبيلة بلي، ومن الغرب قناة السويس. تتفرع العيايدة إلى بطون السلاطنة والجرابعة والجواعلة. فمن بطن السلاطنة عشيرة أبو طماعة، وفيها عمودية القبيلة، وأبو الريش والصانع وأبو حمدي وأبو حامد والعتوي والقميعي وغيرها. وأما بطن الجرابعة فعشائره العواودة وأبو طويلة، وفيهم عمودية القبيلة والقريوي، وكانوا شيوخ شمل القبيلة قديما، وأبو رجب وأبو فودة، وفيهم عمودية القبيلة، وأبو سلام وأبو سليم وأبو سلامة وأبو غرة وأبو حسين والمصابحة والغيوث والسبوع والغنيمات والنوافلة وأبو دقومة والفريحات وأبو رجيلة. وأما بطن الجواعلة فمن عشائره الفوارسة والقديريين، وفيهم عمودية البطن والعتايقة والشريفات. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.